محمد كل ده انا هذا بالظبط حاجه. طمني، ايش فعلت في القضية؟ يا فندم الأمور تحت السيطرة والعصابة تم القبض عليها الحمد لله. طلع مني. حاضر يا فندم. يا سلام، وهذا الذي كان ناقصنا، نحقق مع المقتول بنفسه. أجمل مقتول يا فندم، الميت أخي رحمة الله عليه. كم فرق بينك وبينه؟ هو أخي التوام يا فندم، الشبه بيني وبينه 99%. ايش أسألك عدة أسئلة؟ اسأل يا فندم وأنا أجاوبك. كيف قدرت تحصل على المتهم؟ القصة يا فندم طويلة. تعرف صاحب المغسلة الذي قال إن الهرد حقه خرب ومدري ما حصل له؟ ايوه. هذا كان كذاب يا فندم. ايش الذي حصل؟ العصابة قامت بتهديده ومنعته ينشر أي فيديو من الفيديوهات اللي صورها. فبعد أيام بعد ما حصلت الجريمة تاب أو رجع إلى عقله، ما أدري ما هو الموضوع. فجأة وأنا ماشي قال لي هل عشت ما مت؟ أنا استغربت، قلت له لا هو أخي الذي مات. بدأ يرتبك، فأنا حسيت إن لا دخل في القضية، فقمت أنا وأصحابي يعني ولو يعني خرجت من إطار الدولة، تصرفت من نفسي، قمت وديت على حقه. فهو لما وقع على حقه خرج الفيديو. بس أنا داري إن هذا تصرف غلط. أنا عارف إنه تصرف غلط، بس لكل وقت وقته، وأنا إذا ما فعلت هكذا كان دماغي حيروح حجر يا فندم. وأنت داري إنهم قد لفقوا القضية لواحد ثاني وما ليش دخل يتلاقي. فالحين أنا لا عاد أعاقبك ولا شيء، أنا أقدر الظروف التي أنت فيها وحرمة المرحوم. شوف يا فندم، بالنسبة كيف لو ما مسكته، يوم أنا ماشي راوح من العمل إلى البيت في أمان الله شفت المجرم واحد ما قدرت أمسكه، كان في معاهم شنطة زلط أو حشيش. أنا في هذاك الوقت يا فندم ما كانش تفكيري عنده، كان كل تفكيري عند المجرم. فمسكته وسلمته إلى السلطات وانتم كلكم أخبر به. هذا الموقف الذي يشفع لك قدام الموقف الأول. شكرا لك يا أخي خالد على التعاون معنا، وأي حاجة تواجهها في حياتك لا تنسى أن في قانون وفي شرطة توقف بجانب المواطن. لا شكر على واجب، وانتم ما شاء الله عليكم قد قمتوا بالواجب وزيادة وكثر الله خيركم. بس أنا مطلبي مطلب واحد، تعاجلوا بالقصاص. القصاص ثم القصاص. كل شيء بياخذ مجراه وإن شاء الله القانون يحكم. تحياتي لك يا فندم، أي خدمات. في أمان الله. هو صدق انك تعاونت مع المجرمين وكنت تحت تهديد وخبيت الفيديوهات على الدولة؟
كلام جميل. يا عسكري أنا بدر. خذها الحجز. ما شاء الله عليك، راقد وشابع نوم، لك نفس ترقد وانت قاتل. ايش من قاتل يا فندم؟ ايش من قاتل؟ لو انا قاتل ما حد ارقد وجو تقوموني غاصب، قومتوني من عز النوم. انت هنا متهم، مشان جاي فندق ترقد. ليش قتلته؟ ومن الذي قتلته؟ وما تشتهوا مني؟ ليش اتيتوني هنا يا فندم؟ ليش؟ ايش فعلت انا؟ دينك تتلوى يا حبيبي، انت قاتل وكل الادله ضدك، شهود وبصماتك في السلاح. باقي الحاجه الاكبر، مفاجاه لك. اي شيء هذا الحاجه الاكبر؟ من هو هذا؟ يا فندم هذا مشونة، هذا فتشوب مشونة. فتشوب يعني الدولة فاضية تجي تفعل لك أنت فتشوب؟ ما دراني تفعلوا يا فندم مشونة، وأنا متأكد أنا داري بنفسي ما نشحق هذا الحاجة. أنا من البيت للجامعة يا فندم. ما شاء الله النور باين عليك إنك مصلي. اللهم لك الحمد، هذا من ذوقك يا فندم. سواء تعترف أو ما تعترف الأدلة كلها ضدك، نوجهها إلى البحث والقانون ياخذ مجراه. بس مشونة يا فندم، والفيديو اللي وريتني هذا فتشوب، ما نش داري منه هذا العدم اللي ناوي عليه. أنت أصلا مش لوحدك، وما بش إنسان يفكر بهذا الغباء ويكون لوحده. عسكري أنا بدر. جيش الله الحج. يا فندم تفضل. الصدق يا فندم الفيديو اللي وريتني هو صدق، والذي قتلته أنا، بس مش أنا لوحدي. أنتم من؟ معي اثنين اللي كنت أنا معهم في نفس العصابة. طيب المتهم الذي عندنا بريء أو شارك معك في القتل؟ بريء. يا عسكري شلال الحجز. خلينا اتصل الولد هذا ابصر ما فعلوه، يعلم الله ما قبلوه، انا احس نفسي مشي مطمئنه. هاي يونس، وين انت؟ كيف الاوضاع؟ طيب ما بتعمل وما بتسوي هذا ليه؟ ايوه قتل. ندري ان احنا ما دخلنا في الدم، كيف قتل؟ ضربته وعادك جالس بالموقع، يعني تقتله وتطرده وعاد انت في موقعك؟ اتحرك من عندك سريع، لا اشوف لك صورة، سريع غير المقر. الله معك.